السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده انا هعمل معاكم كفته البساريه. طلبت مني قبل كده. دي بساريه انا خلياها، شايله منها الراس بالبطن بالشوكه اللي بتبقى في نص البساريه. طبعا كلكم عارفين البساريه، اللي مش عارفها هيدخل عندي في القناه هيشوفها. وعملتها قبل كده مقليه معاكم، فيديو شورتس. اللي عايز يعرفها اكتر يدخل وانا هوريها له، وهسيبها لكم برده في صندوق الوصف عشان اللي عايز يعرف هي ايه. اللي مش متوفرة مثلا في بلده او في دولته هيعرفها ان شاء الله. انا حاطه هنا علشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. دي البسارية المخلية. حطيت في الكبة عندي خضار. الخضار اللي يريحك حطيه، كزبرة، بقدونس، بس بلاش شبت عشان بيغمقها شوية. حطيت فلفل، قرن شطة زي ما انتوا شايفين كده. عايزاه بارد تمام، عايزاه يعني ما يكونش حامي قوي زي ما انت عاوزة. حطيت 2 بصلة، ممكن تستغني عن واحدة. فكل واحد بيحط المقدار اللي هو بيرتاح فيه. أنا حطيت بصل، خضار، فلفل اخضر. حابه تحط فلفل الوان براحتك، بيبقى جميل جدا برضو. انا هحط برضو قرن فلفل احمر، عندي قرن اهو صغير هحطه. ممكن احط 2 كمان عادي، بيدي نكهه حلوه قوي للكفته. والثوم طبعا اساسي. عندك بقى بقسماط، هتحطي بقسماط. عايزه تستغني عنه تمام، عايزه تستغني عن الاتنين هتجيبي رز وتغسليه وتنشفيه وتطحنيه وتحطيه عليها، هتبقى جميله جدا. بس انا هعملها النهارده ساده، يدوب بالحاجات اللي قلت لكم عليها زي كفته اللحمه بالظبط، بس البديل البسارية مخليه. هتعملي معاها رز وسلطه عادي خالص، وبتطلع جميله جدا. انا هدي بس فرمتين. مش هحط البسارية دلوقتي علشان مش عايزاها تتهري قوي معانا. اهم حاجة ان احنا نضرب الخليط ده كويس دلوقتي وننعمه. هنزل بقى بالبسارية. انا خلياها زي ما قلت لكم، غسلاها كويس جدا. وكنت طبعا اول ما جبتها كنت نقعاها في ليمون ودقيق. اهي شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا. شايفين عامله ازاي؟ ناعمه جدا. محتاجه بقى ايه؟ بقسماط عشان هي طريه جدا معايا، فاحنا هنحط عليها كميه بقسماط كويسه. إيه قلت لك؟ حابه تستغنى عن البقسماط ممكن تحطي رز مطحون، رز مطحون او عيش مطحون. إيه فانا هحط لها طبعا حبه بقسماط. انا بس هجيب الباقي. هحط لها حبه بقسماط، وطبعا التوابل: كمون، كزبره، فلفل اسمر، ملح. كمون، كزبره، فلفل اسمر، ملح. في ناس بتحب الكاري ممكن تحطيه، في ناس بتحب البابريكا تمام، بس انا دي التوابل اللي انا برتاح فيها: كمون، كزبره ناشفه، ملح، وفلفل اسمر بس. عندي بقى عيش ناشف اهو، زي ما انتوا شايفين كده. مش برميه طبعا،
احنا بنستغله في حاجات كتير جدا. انا هطحنه في الكبه في بتاعت الفلفل والكمون، وهحطه عندي على اي كفته بنعملها. دي كفته البسارية هحطه عليها، هحطه على كفته اللحمه، اي كفته بتعمليها هتحطي عليها العيش تبقى جميله جدا. خلاص انا هطحنها عندي هنا وهحطها على الكفته، هتعجبكم جدا جدا، احلى كتير من البقسماط بتاع بره. عشان تعززي الطعم شويه ممكن تحطي عليها بصل بودر وتوم بودر وفي العيش، وتحطي في التلاجة عندك وتحتفظي بيه، هيبقى جميل جدا بدل البقسماط. فانا زي ما انتم شايفين كده جبته علشان احطه على الكفته، جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم. اهو هطحنه وهنرجع مع بعض تاني. وخلوا فاكرين ان احنا عندنا دقيق، هنستخدم الدقيق فيه ان احنا هنصبع الكفته وبعدين نقليها في الزيت. خليكم معايا على بس ما اطحن العيش وارجع لكم تاني. خلاص اهو نزلت بالعيش. بقسماط ده ولا مش بقسماط؟ اهو احلى من البقسماط كمان. خلاص هقلبه كويس. اهم حاجه عندنا برضو دقيق علشان هنصبع ونقلي في الزيت. خلاص انا خدت واحده اهي بصبعها بالدقيق اهي، حطيت ايدي في الدقيق وبدات ان انا اصبع اهو، شايفين؟ حطيت ايدي في الدقيق وبعدين هنا اخد قطعه من الكفته اهو احطها تاني اهي اهي، عشان بس ما تلزقش في ايدينا واحنا بنعملها. وكده كده احنا محتاجين الدقيق علشان هنقليها في الزيت بالدقيق اهو. صوابع اللي انت عايزاه، عايز تعملي دوريات اعملي دوريات. خلاص اهو كمان واحده. الكفته بعد ما خلصتها اهي صبعتها بالدقيق، شايفين؟ جميله. حطيتش عليها طبعا رز، انا حطيت عليها العيش زي ما قلت لكم. هنصبعها بقى نقليها دلوقتي في الزيت وهوريها لكم بعد ما اقليها في الزيت هتبقى شكلها عامل ازاي. هنعمل جنبها سلطه، هنعمل جنبها رز بشعريه او رز الصياديه، هيبقى جميل جدا. هقليها واوريها لكم ان شاء الله. واستنوني بس هقليها وافرجها لكم بعد القليه في الزيت هتبقى عامله ازاي. خلاص كده انا حمرتها في الزيت، شايفين عامله ازاي؟ تحفه جميله. بصوا كفايه طعمها جميله. هي بيبقى لونها كده من جوه لان على خضار طبعا والحاجات اللي احنا حطيناها لها، وعملت سلطه. والرز طبعا اختياري، حابه تعملي رز الصياديه بيبقى جميل جدا. هتعجبك جدا ان شاء الله، جربيها بالسمك اللي انت تحبيه. طبعا البسارية احسن حاجه تعمل بيها. جميل ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. ومع السلامه، السلام عليكم.